انا نفسي افهم يعني ايه مانجمنت فيز. بص يا محمود، مانجمنت فيز باختصار يعني فلوس بياخدها الشخص نظير الاداره. طب الشخص ده لازم يكون حد من الشركاء؟ لا مش لازم، دي بياخدها رئيس مجلس اداره او المدير التنفيذي او اي مسمى وظيفي حوالين الحته دي حسب نوع الشركه. وده في منه 3 موديل. اول موديل ان مثلا لو شركه متوسطه وعرف الشغلانه دي في السوق ياخد 200,000 جنيه، ممكن ياخدهم وما ياخدش اي نسبه نظير الاداره. الاوبشن الثاني انه ما ياخدش ال 200 كاملين، بس ياخد قصادها نسبه من مبيعات الشركه، الريفينيو مش النت بروفيت. في الحاله دي بتبقى من 2 ل 5% حد اقصى. الاوبشن الثالث بقى انه ياخد من صافي الربح بعد ما نشيل كل المصاريف والمواد الخام، وفي الحاله دي بتبقى من 5 ل 15%. الاوبشن اللي بحبه ميكس بين الاثنين، ياخد جزء من الريفينيو على جزء من النت بروفيت، يعني حوالي 2% مع 5% من النت بروفيت. بنعمل القصه دي عشان نخلي الشخص ده قلبه على الشركه ومهتم بارقام الشركه، مش بيجي اخر الشهر ياخد مرتبه ايا كان الشركه حققت او لا. بس النقطة المهمة ان الشخص ده بياخد النسبة دي طول ما هو موجود في الادارة، لكن لو هو خرج من الادارة مش بياخدها. يعني دي مش ايكويتي ولا نسبة شراكة. لو عندكم اي استفسارات اسالونا في الكومنتات، لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع ليها علاقة في البيزنس ابعتوا لنا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناة.